ازيكم؟ معاكم لولو من قناة لولو لايف ستايل، والنهاردة الفيديو عن البوتاجاز والمشكلة بتاعة تنظيف البوتاجاز. اول حاجة هنبدأ بيها الفرن، وزي ما انتوا شايفين انا بدأت بالفعل في البوتاجاز. اول حاجة انا بعملها ده صابون و لا يعني قبل ده قبل ده سوري، قبل ده عملت خطوة اني انا كنت مشغلة الفرن البوتاجاز. سخنتها، وبعد ما سخنتها رشيت عليها كربوناتو على الباب والفرن ذات نفسها من جوه. آه و اهي اديني نورت لكم. اوكي. دي الفرن، بعد ما رشيت عليها الكربوناتو وسبتها حوالي ساعة، وبعدين جبت ليمونة ونص ليمونة يعني، بس انا استهلكت في البوتاجاز ليمونة ودعكت بيها الفرن من جوه كويس قوي قوي. وبعدين عادي لميتها عادي، يعني نضفت البوتاجاز عادي. وبعد كده عملت ميه بصابون. آه، الميه دي كانت ميه والفيري او البريل اللي انتي بتستخدميه، وحطيت عليها نقطتين كلوروكس جل و... ونضفتها. اوكي كده اهي قدامكم، شايفينها بتلمع ازاي. تاني حاجة بقى اللي هي الباب، برضه عملت نفس الخطوات هي. ودي اهي الخطوة بتاعت اللي هو المية بالصابون بالكلوروكس، وبيبقى فيه مراية، بيبقى فيه ازاز زي ده كده بيبقى في الباب. انا فكيت المسمارين بتوعه ودعكته، ودعكت الفرن اهي الباب كله، وهنشفه وهوريكم شكله بعد ما يتنشف يبقى شكله ايه. بصوا يا بنات، كده بعد تقريبا ما الفرن خلاص خلصت ونطفت اهي، شايفين انا باينه فيها اهي. وادي تاني الفرن اهي من جوه. آه كده تمام. انا كده خلصت الفرن كده كلها، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني فيديو تاني قريب ان شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب، واشوفكم فيديو جاي. ولو حد برضه يا جماعة عايز اي حاجة يسيبها لي في الكومنت تحت، وان شاء الله باذن الله هجاوب عليه. ولو عايزين فيديوهات معينة قولولي، وانا ان شاء الله باذن الله في اقرب فرصة هعملها. السلام عليكم.